يا صباح الفل. النهارده هنعمل بسبوسه خطيره، طريه ومرمله وتحفه جدا، هتعجبك قوي. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير بتاعتنا. عندي 4 كوبايات دقيق سميد، وعندي نص كوبايه سمنه، عندي ربع كوبايه جوز هند، عندي قشطه، وعندي معلقه بيكنج باودر صغيره، وعندي نص كوبايه سكر، وربع كوبايه لبن، ومعلقتين عسل ابيض. احط هنا اهوت معلقه صغيره البيكنج باودر بتاعتي على الاربع كوبايات دقيق السميد، واقلبهم كويس جدا. وبعدين هحط عليها الجوز الهند. طبعا هخلط المكونات الجافه مع بعض، وبعدين هنزل بالسوائل بتاعتي وتقلبي كويس جوز الهند. انا دي السميد دوت مش عليه ولا سكر ولا عليه اي حاجه خالص، ولا اي اضافات، ولا جوز هند ولا سكر. وهحط طبعا ربع كوبايه السكر بتاعتي اهو. هقلب المكونات مع بعض. هنزل بمعلقتين العسل، او ما عندكيش عسل ابيض حطي من العسل اللي هو السيرب بتاعي عادي جدا، هيشتغل يبقى شغال معاكي. هتقلبي كويس. بعدين هنحط السمنه بتاعتنا، السمنه او السمنه بلدي، او شوفي اي نوع سمنه بس يكون حلو، لان البسبوسه بتحب السمنه بتبقى ريحتها فيها سمنه بلدي حلوه كده اهي. وهقلب كويس جدا بحيث ان انا هغلف كل حبايه يعني على قد ما اقدر من الدقيق السميد بالسمنه، بتبسيه كده زي الكحك اهي. بصي غلفتيها كويس قوي اهي عشان ما تبقاش ناشفه معاكي وانتي بتعمليها. هعجنه بقى هنا بالقشطه. عندك قشطه بلدي، عندك قشطه علب، عندك قشطه من وش اللبن، عجنيها بالقشطه هتطلع خطيره جدا، احلى من الزبادي، هتبقى طريه وروعه جدا 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 اهي. برضو هغلف برضو حبيبات الدقيق معايا، دقيق السميد. هشتغل بقى بايدي بحيث ان انا اعرف احس ان الحبيبات كلها ايه اتغلفت بالقشطه بتاعتي. بس كده اهي. بصي ما تعجنيش يعني زي ما انا بعمل كده اهوت، بحيث ان تغلفي بس الحبيبات بتاعتي اهي. بصي كده، شوفي قوامها عامل ازاي، ولا سايبه ولا اي حاجه. طبعا انا ضفت اللبن، بس انا هنا ما اعرفش الفيديو اللي حصل له. خلاص. وحضره بقى صينيه حلوه كده دهنها سمنه، وهنزل بالبسبوسه بتاعتي اهي زي ما انت شايفه كده اهوت. انا هسويها ازاي؟ بخبطها على الرخامه بتاعتي بحيث انها تتساوي زي ما انت شايفه كده، كلها سوا واحد، ولا واحده عاليه ولا واحده رفيعه، كلها سوا واحد اهي. بعدين هزوقها بالبندق، عايز تزوقيها ببندق، عايز تسيبيها ساده، عايز تزوقيها بلوز عندك، بفول سوداني، المتاح. عايزاها تبقى ساده كده برضو هتبقى حلوه وشغاله وجميله. بس كده. هكمل بقية الصينية بقى بنفس الشكل دوت اهي. شايفة تحفة خطيرة. هدخلها على فرن درجة حرارته 200، لو فرن عالي عندك درجة حرارته 180. بس هتحطيها على الشبكة وتشغليها من تحت. ولو الفرن بتاعك شغال حلو من فوق ومن تحت تلاقيها احمر، تبقى زي الفل. طبعا السيرب بتاعي، العسل بتاعي او الشربات بيبقى سخن، والبسبوسة سخنة، الاتنين يبقوا سخنين، والعسل ما يبقاش تقيل، بيبقى خفيف زي ما انت شايفة كده. نجاح البسبوسة لما تلاقيها بتشرب العسل بتاعك زي ما انت شايفة كده، لونها تحفة خطيرة. وكمان طالعة طرية، هوريها لك اهو دلوقتي لما اقطعها، ومرملة وروعة جدا جدا جدا. بصي بتشرب طول ما هي بتشرب عسل عادي شغال اديها. بس كده. وطبعا لازم تغطيهم عشان تطرى اكتر وتبقى احلى.
اهي بصي بتشرب العسل بتاعي وطرية وخطيرة جدا جدا. اهي دي البسبوسة بتاعتي. جربيها والله هتعجبك خالص. طبعا انا قطعتها بس ما تقطعهاش وهي سخنة عشان ما تفرولش منك. بصي بقى قطعتها، شوفي التحفة، خطيرة مرملة ازاي وطرية وطعمها روعة. اهي جنب كوباية شاي بنعناع، قهوتك. اهي بصي خطيرة. جربي الوصفة ان شاء الله هتعجبك، اعمليها بالقشطة. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من وصفاتي، وباي باي.